بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ أنا الدكتور أحمد رجب، ودي المحاضرة الأخيرة في عملي مديول للستراكشر أند فانكشن. بسم الله. أول حاجة عندنا في اللور ليم الهيب بون، نروح نشوفها 3D وبعدين نرجع لإيه؟ للملف. ركز معايا يا أبو الشباب، ركز معايا يا أبو الشباب عشان هناخد هنا حاجات بسيطة خالص وبعدين نرجع لإيه؟ لل 3D اللي احنا عارفينه. ركز معايا. عظمة الهيب بون دي مكونة من 3 عظام. ازاي يا دكتور؟ لو عملنا هنا سيلكشن حدد لي العظمة دي بس لوحدها، واخد بالك معايا؟ لو عملنا زوم اوت شوية اهو، شايف حدد لي ايه؟ شايف حدد لي العظمة الهين. العظمة اللي فوق دي اسمها الاليوم، العظمة اللي تحت دي اسمها الاسكيام، ودي انت بتقعد عليها طول عمرك، دي الحتة اللي انت بتقعد عليها طول عمرك. حلو. والعظمة دي اسمها البيوبز، اسمها الايه؟ البيوبز. يبقى اهم حاجة في العظمة دي اللي احنا عرفناه، اهم حاجه ان دي 3 عظام مش عظمه واحده. طب وريني يا دكتور معلش اوضح. ركز معايا يا دكتور، العظمه دي كام حته؟ اهي دي واحد، عامله زي مثلث كده، مقسمينها 3، 1 2 3. العظمه اللي فوق دي اسمها اليوم. العظمه اللي قدام دي اسمها بيوبز. طب يا دكتور العظمه الثالثه دي اسمها ايه؟ دي العظمه اللي طول عمرك قاعد عليها، اسمها اسكيم. خلاص يا دكتور، احنا عرفنا الهيب بون دي كلها اسمها الهيب بون، متقسمه ل3 عظمات. العظمه اللي هنا دي انتيريور، عظمه انتيريور وميديال، اسمها بيوبز اللي بتعمل العانه. سيمفيس بيوبز عظمه العانه. الاسكيام دي يا دكتور العظمه اللي بنقعد عليها. الاليم دي يا دكتور الحته الكبيره. معلش يا دكتور وريني اهو. بص لو بصينا من هنا، شايف اهو، شايف ادي الاليم، ادي البيوبز، ادي الاسكيام، دي اللي ورا اللي بتقعد عليها. حلو يا دكتور خالص. نيجي بقى للكلام ايه ابو جاد. خلاص احنا يا دكتور عرفنا، خلاص دي كده خلصناه الكلام ده. العظمه دي اسمها بيوبز، العظمه اللي ورا دي اسمها اسكيام، العظمه اللي فوق دي اسمها اليم يا دكتور. حلو خالص. دي اسمها اسك، دي اسمها بيوبز. حلو خالص يا دكتور. واحده بقى واحده. ركز معايا. عايزين نعرف فين الميديال بالنسبه للعظمه دي. احنا لو قلنا ان هنا الميد لاين صح، الفرتبرا اهو والسيمفيس بيوبز دي في الميد لاين. هنا لو قلنا هنا الميد لاين، عايزين نعرف الميديال بتاعها، يبقى الحته دي يا دكتور هي الميديال. هنا كده يا دكتور دي ميديال. حلو. يعني دي لاترال، يعني الحته اللي الهيد اوف فيمر هتركب فيها دي بتكون لاترال، والحته دي بتاعت السيمفيس بيوبز بتكون ميديال. حلو يا دكتور. والحته اللي ورا دي اللي هتعمل ارتكيوليشن بتكون ميديال. حلو. بس خلي بالك بقى في ملحوظه هنا، ان دي بتكون ميديال وبوستيريور. الحته دي بتكون ميديال وبوستيريور، هنا انتيريور وميديال، هنا لاترال. خلاص يا دكتور عرفناها تمام. نجيب بقى عظمه لوحدها. حلو. عايزين نعرف الميديال من اللاترال. احنا قلنا ان الحته دي يا دكتور، شايف الارتكيوليشن ده اهو؟ استنى الفه لك، اقول لك استنى كده بس عشان تشوف. شايف الارتكيوليشن ده بيعمل ارتكيوليت مع ايه؟ بيعمل ارتكيوليت مع السكرم صح، اللي هي بتاعه الميد لاين. حلو. يبقى دي غالبا ميديال يا دكتور. حلو كده احنا عرفنا ميديال. والحته الحته اللي بره دي اسمها اسيتابولم، بتكون لاترال. مش مهم تعرف اسمها دلوقتي، هناخدها بالتفصيل كمان شويه. يبقى خلاص عرفنا ميديال ولاترال. دكتور عرفنا ان دي انتيريور، واحنا قلنا اصلا الحته دي بتكون ميديال وبوستيريور. وخلي بالك شايف الحته الكبيره دي بتكون بوستيريور. دي العلامات اللاند ماركس بتاعت البوستيريور في العظمه دي. الانتيريور بيكون الحته دي كده باينه، والحته دي بتكون باينه الناعمه. شايف حته ناعمه ازاي؟ حته ناعمه هنا كده انتيريور، الحته الخشنه دي بوستيريور. تاني يا دكتور بالراحه. العظمه عدلتها كده. حلو. عامله ارتكيوليشن هنا مع الفرتبري، فعرفنا ان هنا دي او مع الساكرا، فعرفنا ان هنا دي بوستيريور وميديال، فبالتالي دي لاترال. بالتالي الحته اللي قدام دي انتيريور. بالعكس دي ميديال برضو يا دكتور. حلو خالص. فين سوبيريور؟ راس العصفوره اللي هنا دي كده، الراس دي كده سوبيريور، يبقى هنا انفيريور. والاسكيام دي يا دكتور اللي بنقعد عليها، يبقى كده اللي تحت. حلو خالص. سيمفيس بيوبز دي ميديال، ودي اللي بتعمل عظمه العانه. حلو يا دكتور. ركز معايا بالتفصيل، هنخش بقى في شويه تفاصيل. حلو. عظمه الاليوم دي احنا بصينا لها منين؟ دي كده انتيريور، كده بصينا لها ميديال صح. اول حاجه دكتور ناخدها من فوق لتحت كده، في حته كبيره بارزه هنا اهي صح، وبطول العظمه وعلى حفتها. واحنا قلنا الوصف ده نقول عليه ايه؟ كريست. ودي في عظمه الاليم، فلما نيجي نوصفها هنقول في اليك كريست. حلو يا دكتور. تحتها يا دكتور حته اهي داخله لجوه منخفضه، غالبا دي يا دكتور فصه. انا عايزك انت اللي تسمي صح، دي فصه فعلا، واسم العظمه اليك، يبقى اليك فص. كلام جميل يا دكتور. وانت لسه قايل من شويه ان الحته دي هتعمل ارتكيوليشن مع الارتيكولار سيرفيس اللي احنا خدناه في عظمه الساكرم، فدي اسمه ارتيكولار سيرفيس. حلو خالص يا دكتور. احنا خدنا الحتت لما يبقى في حته كده فيها شويه حتت بارزه كده، نقول عليها تيوبروزيتي. فاكر؟ بروزات واضحه كبيره
وكمان خلي بالك احنا قلنا الحته دي بوستيريور، الحته الخشنه دي بوستيريور، الحته دي الخشنه دي بوستيريور وميديال، بوستيريور وميديال. يبقى الحته دي يا دكتور اسمها ايه يا دكتور؟ انت قلت لنا حتت بروزات كتير، يبقى تيوبروزدي، ودي في عظمه الاليوم يبقى اسمها الياك تيوبروزدي. حلو خالص يا دكتور. بس انا ملاحظ يا دكتور ان الحته دي بارزه شويه. نجيبها من زاويه ثانيه، شايف لي كده؟ شايف كده؟ الحته دي بارزه يا دكتور، وكمان الحته دي بارزه يا دكتور، وكمان الحته دي بارزه يا دكتور، وكمان الحته دي بارزه يا دكتور. فعندنا 4 بروزات. اقول لك بالراحه، احنا خدنا لسه واخدين من دقيقتين الحته دي بوستيريور وميديال يا دكتور، والحته اللي بارزه دي طويله ورفيعه، طالعه بارزه جامد زي الحته دي كده، او الحته دي يعني ممكن نسميها يا دكتور سباين، صح؟ والحته اللي تحت ممكن نسميها سباين برضو، يعني دول جت عليهم يبقى دول اسمهم سباين برضو. دي غلط، واشمعنى يعني اللي مش هيبقى اسمه سباين؟ خلاص خلي بالك دلوقتي يا دكتور، احنا عندنا 4 سباين، 4 سباين، بس في واحده هنا فوق وواحده هنا تحت، واحده هنا تحت وواحده هنا فوق. فمبدئيا هيبقى دي اسمها سوبيريور، يبقى اسمها انفيريور. ماشي يا دكتور، عرفنا سوبيريور وانفيريور، دول بالتالي برضه هيبقى اسمها سوبيريور وانفيريور. حلو. دول في عظمه ايه؟ احنا دلوقتي عرفنا انه سوبيريور وسباين في عظمه الالياك، صح؟ يبقى سوبيريور او انفيريور يا دكتور، ده عظمه الالياك او الاليم. حلو يا دكتور. يبقى خلاص عرفنا ان اللي تحت دي مثلا اسمها انفيريور الياك سباين. طب ما ده يا دكتور هتبقى نفس الاسم، انفيريور الياك سباين. انا عايز افرق يا دكتور بين الانفيريور اللي هنا والانفيريور اللي هنا. اقول لك حلو، جيت لي في ملعبي. نختصر بس الكلام ده، قلنا خلاص ان الحته دي والحته دي وصلنا لدول سوبيريور الياك سباين، صح؟ ودي انفيريور الياك سباين. هنا انفيريور الياك سباين، ودي سوبيريور الياك سباين. ركز معايا بقى، عايزين نفرقهم كده. احنا عندنا 2 عندنا 4 سباين، كل 2 لهم نفس الاسم، سوبيريور انفيريور. عايزين نفرقهم بقى. احنا مش لسه قايلين ان الحته دي ميديال وبوستيريور، والحته دي هي علامه البوستيريور يا دكتور، البوستيريور بوردر او البوستيريور سيرفيس. حلو، يعني كده دي الانتيريور سيرفيس. حلو، قال لك هنسميها بوستيريور سوبيريور الياك سباين، وده هنسميها بوستيريور انفيريور الياك سباين، ده هنسميها انتيريور سوبيريور الياك سباين، وده هنسميها انتيريور انفيريور الياك سباين. عرفت الاسم جه منين؟ والاختصارات دي احفظها، الاختصارات دي رسميه مستخدمه عالميه معتمده. يبقى ده اسمه عزيز anterior superior iliac spine، ده اسمه anterior inferior iliac spine، ده posterior inferior iliac spine، ده posterior superior iliac spine. عرفنا جت منين يا دكتور؟ تمام، خدنا دي فصه، خدنا دي كريست، خدنا الياك تيوبروزدي. حلو خالص. خلاص يا دكتور، عرفنا دي الانتيريور بوردر ودي البوستيريور بوردر. حلو. في معانا بقى واحد صاحب نظره ثاقبه، قال لك طب يا دكتور ما احنا ممكن نقول ان العظمه كانت مكمله كده والحته اللي دي راحت داخله لجوه. واحد قال له تاني لا يا دكتور، ده هي الحته دي اللي بارزه، ويا دكتور في حته كمان هي، فيعني العظمه دي ممكن تكون مكمله لحد هنا ودول 2 حتتين داخلين لجوه. واحد قال له لا، ده هي العظمه كانت كده والحته دي اللي بارزه. فقال لهم يا جدعان بصوا عشان ما نزعلش حد، انت عايز تسمي الحته دي داخله لجوه؟ قال له انا عايز اسميها الحته دي داخله لجوه. طب وانت عايز تسمي الحته دي داخله لجوه؟ قال له واحد ثالث قال له يا دكتور لا، انا عايز اسمي الحته دي اللي بارزه لبره. فقال احنا نراضي الجماعه يا اخوانا، محدش يزعل، كلنا اخوات في الاول والاخر، وكلنا غرضنا واحد، عايزين نسهل العلم. طيب اعمل لي زوم مني كده بقى عشان نسمي براحتنا. قال له عينيا بس كده ادي. قال له عينيا بس كده. عايز تسمي الحته دي اسميها لك، عايز تسمي الحته النوتش اللي تحت دي اسميها لك، وفي واحد فيكم عايز يسمي السباين دي نسميها لك. نبدا بالسباين. هي السباين ديت في عظمه ايه؟ قال له ركز معايا كده، الاليم خلصت يا دكتور، خلاص الاليم خلصناه، احنا دلوقتي في الاسكيم، في العظمه اللي بنقعد عليها. بالراحه اهو، احنا دلوقتي في العظمه اللي بنقعد عليها من ورا اهي. العظمه دي بتتجسم كده. حلو، الحته دي بتتجسم كده. فاحنا هنا في العظمه اللي تحت الاسكيم. حلو خالص، نلف نجيبها على عدلتها. يبقى دي اسمها يا دكتور سباين، اتفقنا ان هي سباين. وفي عظمه الاسكيم يبقى اسمها اسكال سباين، يا دكتور. حلو. واحد قال لك لا يا دكتور، الحته دي بقى النوتش دي والنوتش دي انا شايف ان هم اخوات، لانهم كانوا في عظمه واحده واتقطعوا، فانا هطلعهم اخوات، هسميهم نفس الاسم، بس هقول واحده كبيره وواحده صغيره. ينفع؟ قال له والله ما احنا مزعلينك. عايز تسميها ايه؟ قال له يا دكتور في هنا يا دكتور وريد، وفي كمان يا دكتور اعصاب هنا اسمها السياتيك نوتش يا دكتور، والحته اللي تحت ده يا دكتور برضه هسميها السياتيك نوتش، والله ماليش دعوه، سياتيك نوتش زي اختها. قال له مفيش مشكله، بس دلوقتي تفرجهم لي. يلا خلاص، هنسمي دي الجريتر عشان دي الكبيره، وهنسمي دي ليسر
عشان ده الصغير. قال له مفيش مشكله، احنا حبايب. يبقى واحده واحده بقى. ادي الاليوم وادي الاسكيوم وادي البيوبس. حلو خالص. دي الانتيريور دي البوستيريور. الملف بتاعنا هتلاقي مشاور لك على الحته اللي غاطسه دي كده، بيقول لك دي البوستيريور، مفيش مشكله. حلو يا دكتور، عرفنا الانتيريور والبوستيريور. خلاص ماشي. عرفناها ازاي؟ الحته اللي هتارتيكوليت دي بوستيريور وميديال. الحته الثانيه اللي فيها 2 سباين دي، السباينات حلوه كده واضحه وفي بينهم مسافه حلوه، قال لك دي عزيز anterior superior iliac spine. دي اخو عزيز الصغير anterior inferior iliac spine. هنا وهنا posterior superior iliac spine. فاكر لما كنا واخدينها عند S2؟ هي دي. في هنا posterior inferior iliac spine. حلو. في هنا greater sciatic notch. دي اختصار مش رسمي. جريتر، اكتب كل كلمه لوحدها. جريتر سايتيك نوتش. هنا ليسر سايتيك نوتش. في هنا اسكيال سباين. حلو يا دكتور. في حاجه تاني في الحته دي؟ في اي شجلبه يا دكتور تاني؟ طبعا في شجلبه. قلنا دي فصه خلاص صح، ودي الكريست خلاص، ودي التيوبروستي. خلصنا يا دكتور الكلام الحلو دي خالص. حلو يا دكتور. في فوره من هنا اهي، هنجيلها. مستعجل ليه؟ هنجيلها والله. بنخلص من فوق وانت نازل، نخلص من فوق وانت نازل. حلو خالص. ركز معايا بقى في الحته دي. شايف لي الخط ده؟ الحته دي احنا مش قلنا ان ده انتيريور ودي بوستيريور وميديال؟ لما نرجع الهيب في الاناتوميكال بوزيشن هرجعها لك واجي لك. شايف لي الحته دي؟ ده ميديال يا دكتور. فقال لك احنا هنسمي الحته دي البوردر ده الميديال بوردر. بديهي يا دكتور، ما انت قلت ده انتيريور ودي بوستيريور وبقى دي ميديال، وكمان لانه ناحيه الميديال اكتر حاجه. شايف؟ قلنا ان دي اللاترال، الحته دي اللاترال، فلما تيجي تبص من هنا هو عامل لك ازاي في الميديال اصلا بارت، في الميديال اسبكت عامل ازاي. فقال لك احنا هنسميه يستحق بجداره الميديال بوردر. خلاص راجع للمره ال20. ادي الكريست، يوبروستي، قصه، superior anterior superior iliac spine, anterior inferior iliac spine, posterior inferior iliac spine, posterior superior iliac spine, greater sciatic notch, lesser sciatic notch, ischial spine. كده خلصنا يا دكتور الحاجات اللي في الالياك بون، وقلنا ان دي الانتيريور بوردر وخلاص، ودي البوستيريور بوردر ودي الميديال بوردر. حلو. كان في واحد بقى من شويه هنا مستربع صح، عايز يعرف الحته دي اسمها ايه، وقال لي يا دكتور دي فورامين واضحه جدا والله ما هتفاهم. فاقول له ماشي يا عم ما تزعلش نفسك، دي فورامين ثقب يعني. بس اسمه ايه بقى يا دكتور فورامين؟ دي بيحصل فيه هنا كده ممبرين بيمسك في عضلتين، عضله من جوه وعضله من بره. المهم تعرف اساميهم. المهم تعرف ان اسمهم اوبتيوريتور. اوبتيوريتور ماسل في انترنس وفي اكسترنس. مش مهم تعرف الاسامي دي، المهم تعرف ان احنا عايزين كلمه اوبتيوريتور عشان الحته دي هيبقى اسمها اوبتيوريتور فورامين. اسمها ايه؟ اوبتيوريتور فورامين. اسمها ايه؟ اوبتيوريتور فورامين. اسمها ايه؟ اوبتيوريتور فورامين. تمام يا دكتور زي الفل. حلو خالص. ركز بقى معايا في الحته دي عشان احنا بنخلص حرفيا يعني. احنا كده باصين منين؟ العظمه عدلتها كده. احنا باصين من ناحيه جوه، واخد بالك معايا؟ او كمان من ناحيه ورا، لان البوستيريور اهو، بوستيريور اهو صح؟ احنا باصين على البوستيريور لاين اهو. احنا مش باصين على البوستيريور بتاع العظمه، لا احنا باصين من ناحيه جوه حرفيا يعني. احنا قاعدين جوه الحوض كده. حلو يا دكتور. شايف لي العظمه دي؟ قلنا اسمها البيوبس. حلو. دي البادي بتاعها، طالع منها جناح كده وجناح كده. احنا قلنا الجناحات دي اسمها ايه؟ اسمها ريمس. فاكر؟ يبقى دي اسمه بيوبيك ريمس، ودي التاني ده اسمه بيوبيك ريمس. طب يا دكتور في 2 بيوبيك ريمس هنفرقهم ازاي؟ اسهل حاجه في الدنيا، واحد فوق سوبيريور واحد تحت انفيريور. خلاص يبقى سوبيريور بيوبيك ريمس، انفيريور بيوبيك ريمس. حلو خالص يا دكتور. حلو يا دكتور. انت قلت لنا الحته دي يا دكتور بتعرفنا اللاترال، اكيد لها اسم، وكمان بيقعد فيها الهيد اوف فيمر، يبقى اكيد لها اسم يا دكتور. ايوه. الحته دي بقى ديبريشن فيري ديب، حته منخفضه فيري ديب، وهي الوحيده اللي موجوده في الجسم بالاسم ده. اسمها ايه؟ اسيتابيولم. اسمها ايه؟ اسيتابيولم. اسمها ايه؟ اسيتابيولم. حلو يا دكتور. طب يا دكتور الاسيتابيولم ديت فيها شغل من جوه، يعني لما نجرب عليها كده يا دكتور فيها شغل من جوه، فيها حته اهي غضروفيه على شكل الهلال، فسموها ليونيت سيرفيس، ليونيت ارتيكولار سيرفيس. مش موجود عندكم في الملف، عديها يعني. مش عايز تعرفها مش عايز تعرفها براحتك، عايز تعرفها عارفها، مش عايز تعرفها مش هتفرق. طب يا دكتور شايف لي الحته بقى اللي جوه دي؟ شايف لي الحته اللي جوه دي يا دكتور؟ ده قال لك فصه داخل اسيتابيولم، فسموها اسيتابيولار فصه. خلاص يا دكتور قلنا دي اسمها ليونيت سيرفيس او ارتيكولار سيرفيس، مش هنختلف. والحته دي يا دكتور اسمها اسيتابيولار فصه عشان هي منخفضه داخل الاسيتابيولم كمان. ده كله كلام عايز تعرفه عرفه، مش عايز تعرفه ما تعرفوش. هو انتوا عليكم ان الحته دي كلها اسمها اسيتابيولم ورايح دماغك. حلو خالص. بس من باب العلم بالشيء يعني، مش هتخسر حاجه لو عرفتها. حلو خالص. في ناس بقى قالت لك بالمره يا دكتور العظمه دي كانت كامله مع بعضها كده،
فالحته دي حصل فيها ديبريشن. شوف بشوش، شايف الحته دي؟ قال لك ان العظمه دي كانت كامله مع بعضها كده، فالحته دي حصل فيها ديبريشن، فهنسميها الاسيتابيلار نوتش. اسيتابيلار نوتش. حلو خالص كده. احنا ده كله باصين من ناحيه اللاترال، فاهم؟ من ناحيه اللاترال ده يعني دي البيوبيك، يعني دي الانتيريور اهو، دي الكريست. ممكن نقول كمان دي اللاترال ليب. ليب يعني شفه او حافه. لاترال ليب وميديال ليب ناحيه جوه، مفيش مشكله. خلاص يا دكتور، دي السباينز اللي ورا، دي السوبيريور ودي الانفيريور. حلو خالص. دي السوبيريور ودي الانفيريور اللي قدام. حلو خالص. دي الاسيتابيلم، دي الاسكم يا دكتور، دي الانفيريور ريمس بتاع البيوبس، دي البادي اوف بيوبس، دي السوبيريور ريمس بتاع البيوبس. حلو خالص. ركز معايا بقى في الحته دي واحنا باصين من الحته دي. دي البوستيريور، دي الانتيريور، ما تسرحش مني، دي البوستيريور ودي الانتيريور. ظهر لنا في العظمه الحلوه دي كده حته خشنه هنا في الاسكم هنا، قال لك هنسميها اسكيال تيوبروزيتي. اسكال تيوبروزيتي، البروزه اللي في عظمه الاسك. حلو خالص. ودي الاسكال سباين، ما تنساش ما تنساش، دي الاسكال سباين. دي الجريتر ساتيك نوتش، دي الكاركترستيك للبوستيريور سيرفيس. لو احترت في الحته دي ما انتش عارف دي الانتيريور ولا البوستيريور، النوتش الكبيره دي جريتر ساتيك نوتش، والحته اللي تحتها الليسر ساتيك نوتش، دول في البوستيريور سيرفيس. حلو خالص. وميديال، يعني هنا ممكن نقول ميديال وهنا لاترال. فاكر لما كنا بنقول ان اللور ليم في حته اسمها الجلوتس اللي هي المقعده؟ الحته دي المنطقه دي اسمها كلها على بعضها كده اسمها الجلوتس. حلو حلو يا دكتور، زي العسل. فلما جيهم يسموا الحاجات اللي هنا سموها على اساس المنطقه دي اسمها ايه؟ جلوتيال. جلوتيال. قال لك بس ركز معايا، خلاص قلنا الحته دي اسمها ايه؟ جلوتيال. حلو خالص. قال لك ركز معايا، في هنا خط اهو، في خط هنا اهو، في خط اهو، وفي خط هنا اهو يا دكتور. شايف الثلاث خطوط دول؟ عايزين نسميهم. قال لك دي ناحيه البوستيريور فسموه بوستيريور جلوتيال لاين. طب ودي يا دكتور؟ قال لك دي في النص. قال لك دي ايه؟ في النص، فهنسميه ميديال جلوتيال لاين. طب ودي يا دكتور؟ قال لك دي ممكن نقول عليه انتيريور، بس في حاجه دي واطي يعني لتحت شويه، فهنسميه انفيريور جلوتيال لاين. انفيريور جلوتيال لاين. ممكن تسميها انتيريور عادي، بس عندكم في الملف انفيريور فخلينا مع الملف. حلو خالص يا دكتور. كده احنا خلصنا الهيب بون، اتمنى تكون فهمتوها. نروح بقى نقراها من الملف بتاعنا. ادي الهيب بون، عظمه الاليوم، عظمه الاسكيوم، عظمه البيوبس. ناخد المعلومات اللي على الصوره ولا ناخد المعلومات اللي على الصوره؟ قال لك ان الحته دي البوستيريور بوردر، الحته دي الاسكيال تيوبروستي عشان هي في عظمه الاسكيم. عظمه الاسكيم فاسمها اسكيم تيوبروستي. الليسر سايتيك نوتش، دي الجريتر سايتيك نوتش، حتى مش هحطها لك في السلايد دي مش مشكله. الميديال بوردر، الميديال بوردر. حلو يا دكتور. ودي الانتيريور بوردر، مفيش ادنى مشكله. نخش على السلايد اللي بعدها. خلاص قلنا ان دي البيوبس، دي السوبيريور بيوبيك ريمس، يعني اللي فوق الجناح بتاعها من فوق. حلو خالص. دي خلاص الاليوم قلناها، فدي الالياك فوس اهو، دي الالياك كريست، دي الالياك تيوبروزيتي، دي الارتيكولار سيرفيس اللي العظمه هتتمفصل بيه مع السكر. بوستيريور سوبيريور الياك سباين، بوستيريور انفيريور الياك سباين، انتيريور سوبيريور الياك سباين، انتيريور انفيريور الياك سباين. الياك فوس خدناها. الارتيكولات سيرفيس. الاوبتيروتير فورامين هيعمل هنا ممبرين، الممبرين ده يمسك فيه عضله من جوه وعضله من بره اسمهم اوبتيروتير ماسل، انترنس واكسترنس. مش موضوعنا. اللي بعدها ادي اللاين البوستيريور جلوتيال لاين، الميديال جلوتيال لاين، الانفيريور جلوتيال لاين، الانفيريور او الانتيريور مش هنختلف. تمام يا دكتور. ادي الاسيتابيولم، هنا اسيتابيولم مسكت. كان في هناك عندنا بقى الحته دي كده اليونيت سيرفيس، الاسيتابيولار فوسا ونوتش مش مهم. الانفيريور بروبيك ريمس عشان ما حطهاش لك في السلايد اللي قبل اللي فاتت ولا حاجه. الاسكال تيوبروستي وانت شايف من ورا، ركز معايا. الالياك تيوبروستي بيكون من البوستيريور، دي البوستيريور انفيريور الياك سباين، ودي السوبيريور انفيريور الياك سباين، ما تنساش. تمام يا دكتور. خش على الفيمر، ركز معايا. مين اللي جاوب؟ حد جاوب خلاص اهي. دي ايه؟ الهيد اوف فيمر، دي الهيد اوف فيمر. هيد يجي بعدها النيك. واحد بقى برنس لو خد باله من الحته دي يبقى دولي برنس ما شاء الله عليه. الحته دي اسمها ايه؟ فاكر لما قلنا ان في بروز كبير جدا في عظمه الفيمر، العظم موجود في حته واحده في الجسم، عظمه الفيمر اسمه تروكانتر، او اسمه جريتر عشان في واحد صغير، جريتر تروكانتر، اسمه جريتر تروكانتر. حلو خالص. شايف لي الحته الصغيره اللي ورا دي؟ ده هي مش صغيره بس عشان الزاويه مش واضحه، دي اسمها الليسر تروكانتر. ليسر تروكانتر يبقى هيد نيك جريتر تروكانتر ليسر تروكانتر. حلو خالص. هات لي الحته دي كده. شايف لي الحته دي جامل جريتر تروكانتر راحه اللاين ده رايح كده 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 مكمل الناحيه الثانيه
الليسر تروكانتر، خط بين الجريتر والليسر تروكانتر من الانتيريور سيرفيس. هنعرف ازاي عرفنا الانتيريور سيرفيس كمان شويه. فسموا الخط ده انتر عشان بين تروكانتريك لاين، انتر تروكانتريك لاين. ليه يا دكتور؟ علشان بين الاثنين تروكانتر. بكل بساطه. حلو خالص. عرفنا منين يا دكتور ان الانتيريور سيرفيس؟ شايف لي الحته دي كده؟ طالما الارتيكولار سيرفيس مكمل هنا وفي حته ديبريشن صغير هنا، دي الحته اللي هتقعد في الصابونه او الباتيلا. الحته الباتيلا هتقعد فيها فهنسميها الباتيلر. طالما الباتيلر سيرفيس هتقعد هنا يبقى احنا اكيد بقى باصين من الانتيريور سيرفيس، فهيبقى دي اللاين. ليه يا دكتور؟ عشان هناخد كمان شويه ان في حاجه اسمها كريست. كريست ده هيبان بالبوستيريور بارت. طيب يا دكتور احنا عايزين نحدد العظمه دي ميديال ولا لاترال. الهيد هتركب في الهيد بتاعه الفيمر هتركب في الهيب بول، فمعنى كده الناحيه دي ميديال والناحيه دي لاترال. التروكانتر لاترال، الجريتر تروكانتر لاترال. تمام؟ حلو يا دكتور، عرفنا ان دي ميديال ودي لاترال عن طريق الهيد. فالحته دي تبقى اسمها ايه؟ ميديال. ودي حته كبيره مدوره هتشارك في سطح في ايه؟ في المفصل بتاع الركبه، وخدناها قبل كده في المفصل بتاع الركبه من زمان لما كنا واخدين الكوندايلويد جوينت. مشكله ميديال كوندايل، وبالتالي دي اللاترال كوندايل. كلام محترم، كلام محترم. خلاص عرفنا ان دي الباتيلر سيرفيس. حلو خالص. يا دكتور بقى هات لي البوستيريور سيرفيس كده عشان ايه بالضد تبين الاشياء يا دكتور. ادي البوستيريور سيرفيس. شايف لي الاول حاجه الحته اللي احنا قلنا عليها طالما مكمله يبقى انتيريور. شايف هنا عامله ازاي؟ شايف مش موجود حاجه، مش موجود ارتيكولار سيرفيس. صح يا دكتور. ركز معايا بقى، ركز معايا. الحته دي لها اسم والحته دي لها اسم والحتتين دول لهم اسم، بس واحده واحده عشان ايه انت تفهم معايا. الحته دي يا دكتور احنا لسه مسمينها من الناحيه الثانيه عشان ناحيه الهيد مسمينها ميديال كوندايل. صح يا دكتور. ودي اللاترال كوندايل. انا بفهمك الاسماء جت منين اصلا، واخد بالك معايا؟ طيب الحته دي منخفض بين الاثنين كوندايل، فلما كان في خط بين الاثنين كوندايل كنا مسمينه ايه؟ بين الاثنين تروكانتر كنا مسمينه ايه؟ انتر تروكانتريك لاين. طب لما يكون في فصه بين الاثنين كوندايل نسميها انتر كوندايلر فص. حلو يا دكتور. لسه جاي لك من شويه ان احنا هناخد اسم للسيرفيس اللي هنا ده. السيرفيس ده له اسم. للاسف بقى انا مش هتعرف تجتهد فيه، لازم تكون عارفه. الظهر بتاع الركبه اسمه بوبليتيال سيرفيس. يبقى احنا مقضينها في الفيمر من تحت سيرفيسز. بوبليتيال سيرفيس قدام ناحيه قدام باتيلر سيرفيس اللي هتقعد فيه عظمه الباتيلا او الصابونه بتاعه الركبه. هنا الانتر كوندايلر فصه، اللاترال كوندايل والميديال كوندايل. حلو خالص ده. المره بقى طالما احنا تحت، مش احنا لسه جايين ان دي الميديال كوندايل ودي اللاترال كوندايل؟ كنا واخدين في حاجه اسمها سوبرا كوندايلر ريدج ولاترال سوبرا كوندايلر ريدج. فاكر في هنا ريدج كمان اهو وفي هنا ريدج اهو، فسموه ده ميديال عشان ناحيه الميديال سوبرا كوندايلر ريدج، وده ناحيه اللاترال فسموه لاترال سوبرا كوندايلر ريدج. شايف بقى الميديال واللاترال ايبو كوندايل، الميديال اللي هنا واللاترال اللي هنا ايبو كوندايل لما يطلعوا شويه كده يطلعوا شويه كده يعملوا لنا حاجه هنا اسمها لينا جايه من لاين اسبرا. لينا جاي من خط واسبرا دي يعني رف، يعني خشن. يبقى في خط خشن هنا في العظمه دي اسمه لينا اسبرا. لما ينزل هيدينا الريدج ده والريدج ده. حلو خالص. اللينا اسبرا ده لما نزوم عليه ان كده هنلاقي فيه لاترال لب وميديال لب. قلنا لب يعني حافه او شفه، صح؟ حلو يا دكتور زي الفل. ركز معايا هنا بقى، ركز معايا عشان هنا في ايه؟ حته حنكوشه. ركز معايا بقى تركيزه صغيره نونه. شايف لي الحته دي كده هيجي يمسك فيها عضله اسمها الجلوتيال ماسل، فسموا فاكر الدلتويد تيوبروست اللي كان هنا، ففي هنا جلوتيال تيوبروست. شايف لي بقى مش احنا قلنا ان الحته دي جريتر تروكانتر، الحته دي الليسر تروكانتر، ومن قدام في بينهم لاين من قدام، احنا هنا ورا. في هنا بقى عشان عرفنا ورا منين اصلا، عندنا اللبين بتوع اللينا اسبرا اهو. ركز معايا. اللي ورا هنا قال لك لا قدام لاين هنا تخين شويه اسمه كريست، يبقى اسمه انتر تروكانتريك كريست عادي خالص. يبقى في هنا الحته دي هنسميها انتر تروكانتريك كريست. تمام يا دكتور. في حته هنا كده هتبقى واضحه في العظمه بتاعت الانسان اسمها سبايرال لاين، بتبقى واضحه شويه في العظمه بتاعت الانسان نشوفها في الملف. حلو خالص. خلاص يبقى خدنا التب. طب يا دكتور ايه ده؟ احنا خدنا عشان مش احنا فاكر الدبريشن اللي احنا خدناه الدبريشن الصغير اللي اصغر من الفص اسمه فوفيا. هي دي فوفيا في الهيد اوف فيمر، مش علينا بس المهم يعني عايز تعرف اعرف. طب ركز بقى معايا اخر حاجه. خلاص خلصنا الفيمر. الحته دي حته منخفضه اسمها فصه، وكمان موجوده في حته بتاعت التروكانتر فاسمها تروكانتريك
فوس. طيب يا دكتور جمع لي بقى الحاجات دي تاني من الانتيريور سيرفيس، الله يصلح حالك بالراحه عليا يا دكتور. جمع لي كل الحاجات دي. انتيريور سيرفيس دي الهيد، يبقى هنا ميديال، هنا لاترال، دي الجريتر تروكانتر، دي الليسر تروكانتر، دي الانتيريور بوردر يا دكتور. عرفنا من هو الانتيريور بوردر من الحته دي كامله يا دكتور، والبلوتيال سيرفيس هنا، ودي كوندايل ودي كوندايل، دي ميديال ودي لاترال. حلو خالص. ودي الهيد يجي بعدها النيك، تروكانتر وتروكانتر، ودي لاين يا دكتور انتر تروكانتريك لاين. حلو خالص. هات لي البوستيريور سيرفيس بتاع العظمه دي. ادي الهيد وادي النيك، ادي الانتر تروكانتريك كريست، ادي الليسر تروكانتر والجريتر تروكانتر، اللينا اسبرا يا دكتور، اللاترال ليب والميديال ليب، دي الميديال كوندايل واللاترال كوندايل، فدي الانتر كوندايرال فوس. الحته دي يا دكتور اسمها بوليتيال سيرفيس، سوبرا ميديال سوبرا كوندايلر ريدج، لاترال سوبرا كوندايلر ريدج، اللينا اسبرا في الحته دي. بس خلاص كده. الفصه اللي هنا ما تنساهاش اسمها تروكانتريك فوس. الحته دي اسمها فوفيا، مش مهم تعرفها، مش عليكم في البتاع اصلا، عليكم في الملف. خلي بالك كان في هنا سبايرال لاين، ما تنساهوش. قلنا اوضح في الانسان، هنشوفه في الانسان. بالمره ناخد التبيه ونشرح الاثنين على بعض، بالمره ناخد التبيه ونقرا الاثنين من الملف على بعض. التبيه اسهل عظمه في الدنيا. ليه يا دكتور؟ شايف الحته دي؟ دي اسمها، دي بتكون ميديال مبدئيا، وبنعرف ان العظمه دي ميديال، العظمه اللي الناحيه دي ميديال في العظم. والحته دي عارف انت الكعبين اللي بنتوضى لحد عندهم، البيز بتاع الرجل الداخلي اهو ميديال ماليولس. حلو يا دكتور. طب واللاترال؟ لا دي ما بيعملوش العظمه دي، بتعملوا العظمه الثانيه اللي اسمها ايه؟ الفيبولا اللي جنبها، مش علينا في الملف. حلو يا دكتور خالص. طب سيبني يا دكتور كده اتفهم. دي الانتيريور بوردر، وخلي بالك الانتيريور بوردر ده مهم جدا عشان شارب. اساسا ممكن نقول الحته دي الميديال سيرفيس، دي اللاترال سيرفيس، والحته دي اساسا نحط ايديك عليها تلاقيها. فاكر ايام لما كنا بنلعب كوره واحنا صغار شويه، وتروح جاي حد خبطك في قصبه رجلك، تروح الحته اللي قدام ده عامله بالكعب تلاقيها مطبط كده، مطبط من كتر الخبطات اللي خبطت فيها. اهو دي الانتيريور بوردر مهم جدا. دي تيبيال تيوبروستي، فاكر الراديال تيوبروستي اهو، دي التيبيال تيوبروستي. طب يا دكتور الحته دي والحته دي حته مدوره هتشارك في مفصل، يبقى اسمها كوندايل. كوندايل احنا عدينا على 15 كوندايل النهارده. ودي ناحيه لاترال، يبقى ناحيه لاترال كوندايل. طب وده يا دكتور؟ ده يا دكتور الميديال كوندايل. بس يا دكتور شكلها عريانه خالص كده، يعني ميديال كوندايل بتاع ايه؟ ما في الركبه، في الفيمر ميديال ولاترال كوندايل برضه، وما كناش مسمي، كنا جايين ميديال ولاترال وخلاص. هنا نقول لاترال تيبيال وميديال تيبيال. مش واضحه، هنكتبها لك هنا تيبيال اهي، ميديال تيبيال ولاترال تيبيال كوندايل. بس كده دي كده الانتيريور سيرفيس. خلاص نجيب بقى البوستيريور سيرفيس. يا دكتور ده الدنيا من ورا هنا غير قدام خالص يا دكتور. ده ايه ده؟ ركز معايا هنعرف ازاي البوستيريور سيرفيس. الخط ده اهو بيعلم لي الانتيريور. خلي بالك الانتيريور سيرفيس واضح اصلا ومدبب لقدام كده. الانتيريور دي ما بنتلخبطش فيها في الانتيريور اصلا، واخد بالك معايا؟ الخط ده اسمه ايه؟ نازل بجنب شويه ده اسمه سوليال لاين. حلو يا دكتور. طب شايف لي الحته اللي بارزه دي؟ حته مرتفعه وبين الاثنين كوندايل، هنسميها، هي ظاهره مش ظاهره؟ ركز معايا. بوستيريور سيرفيس عرفنا خلاص من هو السوليال لاين ده. شايف لي الحته العاليه المرتفعه دي بقى؟ مرتفعه يعني ايميننس، وبين الاثنين كوندايل، يبقى اسمه انتر كوندايلر ايميننس. بس يا دكتور بس كده. طب يا دكتور شايف لي الحته دي؟ يعني هنعديها من غير ما نقولها يا دكتور دي؟ يعني الحته دي يا دكتور، الحته دي بيمسك فيها الفيبولا. ممكن تعرفها ان دي البوستيريور من المنطقه دي برضو، البوستيريور سيرفيس من الحته دي برضو، غير السوليال لاين اللي واضح لك زي الشمس ده. دي الفاسيت بتاعه الايه؟ الفيبولا. يبقى اسمه الفيبولار فاسيت او فاسيت فور فيبولا، مفيش مشكله. حلو خالص. نروح للفيمر يا دكتور، الانتيريور فيو. نجيب لون حلو، استنى نجيب لون احمر. ماشي خلاص، عرفنا الهيد اوف فيمر، مش محتاجين يقول لنا عليها اصلا. الهيد بعدها نك، خلصانه. جريتر تروكانتر الحته الكبيره دي، جريتر تروكانتر، ليسر تروكانتر اهو. الانتر تروكانتريك لاين الحته اللي موصله بينهم. حلو خالص، خلصنا الانتيريور بتاع الهيد. في انتيريور سيرفيس اوف فيمر شافت، انتيريور سيرفيس وخلاص ناعم، والحته بنعرف ان هي انتيريور من الحته دي صح، واللي هو سموز، مفيش فيه اللاين الرخم اللي اسمه اللينا اسبرا. صح يا دكتور. قال لك خلاص، قال لك هنا هو اللي قال لك كمان. نجيب لون تاني. الحته دي اسمها الباتيلر سيرفيس، علشان الباتيلا هتقعد فيها.
قال لك الميديال كوندايل عشان ناحيه الهيد، اللاترال كوندايل. حلو خالص يا دكتور. السلايدات بتخلص بسرعه كده ليه؟ ما خلاص ما انت فاهم. بس ركز لي بقى هنا واحفظ لي الكلام ده. او اللي السبايرال لاين اللي قلت لك بيكونوا ظاهر عند البني ادمين اكتر، عند الصور الحقيقيه اكتر. الجلوتيال تيوبروستي قلنا في عضله هتنزل تمسك في الحته اللي هنا دي، الجلوتيال تيوبروستي من الجلوتيال ريجون. اللاترال ليب عشان مش ناحيه الهيد، الميديال ليب علشان ناحيه الهيد. خلي بالك الميديال ليب واللاترال ليب الاثنين دول بيكونوا لنا اسبرا، يعني لنا اسبرا ده في ميديال ليب ولاترال ليب. تمام تمام يا دكتور. الميديال سوبرا كوندايلر ريدج واللاترال سوبرا كوندايلر ريدج، الميديال كوندايل، لاترال كوندايل، انتر كوندايلر فوس. هيقول لك اهو ادي الانتر كوندايلر فوسا، بوبليتيال سيرفيس. البوبليتيال سيرفيس دي الحته بوبليتيال يعني اصلا ظهر الني، ظهر الركبه. لينا اسبرا الحته الخشنه دي، قلنا لينا يعني خط اسبرا يعني رف. انتر تروكانتريك كريست واحنا باصين من ورا، عرفنا من ورا من هنا، واخد بالك؟ وشايفين الاثنين تروكانتر، في تروكانتر اهو، في تروكانتر اهو. والفصه اللي هنا ما تنساهاش اللي اسمها التروكانتريك فص. حلو خالص يا دكتور. يبقى ده اسمه ايه؟ انتر تروكانتريك كريست. التبيا بنبص عليها من قدام، بنعرف من قدام من الانتيريور بوردر بتاعها وفي التيوبروستي بتاعها. دول اللي عرفنا. انت اساسا لو حطيت ايدك هتحس التبيا، يعني انزل تحت الصابونه بشويه كده هتلاقي التبيا التيوبروستي باين جدا، الحته اللي بارزه جدا في التبيا دي في قصبه رجلك. حلو. دي الانتيريور لاين تيوبروستي. عرفنا عايزين نعرف هي ميديال ولا لاترال. احنا قلنا التبيا الحته دي بيكون فيها ميديال، اسمه ميديال مايولس، الكعب الداخلي في القدم. التبيا التيوبروستي خلاص. الميديال تبرال كنا قلنا حته مدوره هتشارك في تكوين مفصل، وقلنا نسميها تبيال عشان الفيمر في برضه ميديال كوندايل. حلو خالص يا دكتور. واللاترال تبيال كوندايل اللي هو ده علشان ما هوش ناحيه الايه المايولس. والصوره هتجيلك كامله، صوره كامله كده عشان تبقى فاهم. حلو يا دكتور. فاسيت اوف فيبلا خلاص ده عرفناه، قلنا في البوستيريور سيرفيس. عرفنا ان هو بوستيريور سيرفيس السوريال لاين ده اهو، والفاسيت. والانتر تروكانتريك ايميننس حته عاليه، ايميننس يعني مرتفع، ايميننس حته مرتفعه بين الاثنين كوندايل، فاسمها انتر كوندايلر ايميننس. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتم بحمد الله عملي مديول ستراكشر اند فانكشن. متبقي معانا بس صور الاشعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.